بيبدأ الفيلم مع لوسي اللي بتشتغل محققة شخصية، وبنشوفها وهي قاعدة في المكتب مع أوجست المساعد بتاعها، وبيكون عندهم عميلة كانت مكلفة لوسي تعرف إذا كان جوزها بيخونها ولا لأ. ولوسي بتفرجها على الصور اللي خدتها وبتقول لها إنه فعلا بيخونها، والست بتكون زعلانة وبتقول إنهم متجوزين بقالهم 20 سنة وإزاي يعمل حاجة زي كده، وبتكون متضايقة جدا. ولوسي بتفضل تقول لها إنها شافت في الشغل ده حاجات كتير وناس خاينة كتير جدا، وبتنصحها إنها ما تخليش حد يخليها تفقد الثقة في نفسها. وبعد شوية بيجي عميل اسمه كليف كاسل وبيسلم عليهم وبيقول لهم إنه جاي طالب منهم إنهم يراقبوا مراته أدريانا لأنها بتخونه، وهو عايز دليل على كده. ولوسي بترحب بيه وبتقعد تتكلم معاه شوية عن أدريانا وبتسأله على تفاصيل أكتر، وهو بيقول لها إن أدريانا كانت بتشتغل معاه زمان واتجوزها من 8 سنين. أول 6 سنين كانوا كويسين، لكن آخر سنتين بقت تصرفاتها غريبة وبعدت عنه وما بقتش علاقتهم ببعض زي الأول. وفعلا بتبدأ لوسي إنها تراقب أدريانا وتصورها بالكاميرا بتاعتها، وبنشوف إنها قاعدة في العربية وبيجي لها تليفون من كامي صديقتها المقربة وبتهنيها بعيد ميلادها، وبتقول لها إنها جايبة ليها حد تتعرف عليه بالمناسبة دي. ولوسي بتقول لها إنها ما بتحبش العلاقات اللي من النوع ده والمواعيد المرتبة، لكن كامي بتقول لها إنها لازم تشيل من دماغها إن كل الرجالة خاينين علشان دي أسوأ حاجة في الشغل بتاعها، ولازم تدي لنفسها فرصة إنها تعيش زي ما هي عايشة مع جوزها تشارلز. وبتقول لها ما تقلقش لأن الشخص ده صديق تشارلز. ولوسي بتقول لها إن مفيش علاقات بتستمر زي علاقتك بتشارلز كده علشان دي تعتبر حاجة نادرة، لكنها بتقول لها هتفكر وتقول لهم. وفعلا بتفكر لوسي وبتقرر إنها تروح تقابلهم، وبتروح الأول تقعد مع كامي وتشارلز لوحدهم وبيدوها هدية عيد ميلادها. بعدها بيجي ريمي الشخص اللي جاي يتعرف على لوسي، وبيفضلوا قاعدين يتكلموا ويهزروا مع بعض شوية، ولوسي بتحس إنها مش متضايقة منه زي ما كانت متوقعة. بعدها بتكمل شغلها وبتراقب أدريانا وبتشوف إنها رايحة بيت واحد غريب، ولما بتفضل مستنية بتلاقي إن أدريانا مش لوحدها جوه، وإن في جروب كبير رجالة وستات عاملين مفاجأة عيد ميلاد لصاحب البيت ده، فبتفهم إنه صديق ليهم والموضوع مفيش فيه خيانة ولا حاجة. فبتروح تاني يوم تقابل كليف وبتقوله إن بقالها أسبوع بتراقب أدريانا ومفيش أي حاجة ملفتة بتحصل، علشان كده بتطلب من كليف إنها تبطل مراقبة ليها لأن مفيش حاجة عليها. لكن كليف بيقول لها إنه مصمم يخليها تكمل وتفضل وراها، وبيقول لها إن غرايزه بتقوله إنها أكيد بتخونه، وحتى لو مش بتخونه فهي على الأقل بتعمل حاجة مش مظبوطة. بعدها بيطلب منها إنها تقعد تشرب حاجة معاه ويتغدوا مع بعض، لكن لوسي بتقوله إنها عمرها ما قربت من عميل لأن ده ممكن يبوظ شغلها كله. لكن كليف بيقول لها إن مش قصده حاجة وإنه بس عايز يشكرها على اللي بتعمله ده، ولوسي فعلا بتوافق. وتاني يوم بتحكي لكامي وتشارلز اللي حصل، والاتنين بيكونوا مستغربين إنها اتغدت مع عميل، وهي بتقول لهم إنها كانت عايزة ترفض لكنها حست إنها مش عارفة تقول إيه. والاتنين بيقولوا لها إن شكلها كده أعجبت بكليف، لكن تشارلز بيقول لها إنها ما ينفعش تعجب بواحد متجوز لأن ده ممكن يبوظ حياته، حتى لو هو شايف إن مراته بتخونه يبقى على الأقل يتأكد الأول قبل ما ياخد قرار زي ده. ولوسي بتقوله إنه سابق الأحداث قوي وهي لسه ما حصلش بينها وبينه أي حاجة غير غدا يعني. بعدها بتكمل لوسي شغلها وبتروح على النادي اللي بتتدرب فيه ملاكمة، وهناك بتقابل كليف وبتتفاجئ إنه بيجي هنا النادي اللي هي بتتدرب فيه، خصوصا إنها بتتدرب فيه من زمان وأول مرة تشوفه، وبتعرف إنه جه مخصوص علشان يقرب منها. وبعد ما بيخلصوا التدريب بتقوله أنت جاي هنا تعمل إيه؟ فبيقول لها إنه كان بيفكر يستثمر في النادي ده، لكنه قال يشوف النادي على أرض الواقع الأول قبل ما يدفع فيه فلوس. وبعد ما بيخلصوا بتروح لوسي تراقب أدريانا وبتشوف إنها قاعدة مع واحد في حانة وبتديله ظرف، ولوسي بتكون قاعدة في عربيتها بتصور كل ده. لكن المفاجأة إنها بتتفاجئ إن أدريانا رايحة تخبط لها على إزاز العربية وبتقول لها أنا عارفة إنك بتراقبيني، وده لأن كليف مش أول مرة يعمل الموضوع ده، بس خليني أحذرك إن كليف مش الشخص الطيب اللي انت شايفاه، ده أسوأ من كده بكتير. وبتسيبها وتمشي، لكن لوسي بتقرر إنها تفضل ماشية وراها لحد ما بتوصل عند بيت، فبتدخل لوسي وراها البيت وبتطلع وراها وبتقف ورا الإزاز علشان تعرف مين الشخص اللي مستنيها. ولما بتشوف إنه كليف بتقرر لوسي إنها تسيبهم وتمشي، وبتقول إن أكيد ده بيت تاني ليهم بيتقابلوا فيه. وتاني يوم بتقابل كليف وبتقوله على اللي حصل امبارح، وإن في شخص كان قاعد معاها هي ما تعرفوش وخد منها ظرف قبل ما يمشي، وبتقوله إن واضح كده إن اللي بينهم شغل بس مش أكتر، لأن مش باين عليهم أي حاجة وهم قاعدين مع بعض. وبتكمله إنها فضلت مراقبة أدريانا لحد ما راحت بيت، ولما قربت من البيت ده لقيته هو، فبيقول لها كليف إنها لسه برضه مراتي ومن حقي أقابلها في الوقت
الوقت اللي أنا عايزه، وده ما يمنعش شغلها في حاجة. ولوسي بتقوله هي فعلا مراتك، وأنا بس عايزة أعرفك اللي حصل امبارح. لكن بيكون واضح من طريقتها في الكلام إنها حبت كليف وإنها غيرانة إنه بيقرب من أدريانا، وكليف هو كمان بيكون باين عليه إنه معجب بلوسي، لكنها بتقوله إنه لازم يمشي دلوقتي علشان هي عندها شغل وهتبقى تكلمه لو وصلت لحاجة. وفعلا بيمشي، لكنه بيقف بره شوية وبيخبط عليها وبيقضوا اليوم ده مع بعض. لكن المشكلة إننا بنشوف إن لوسي جايلها صور على الموبايل ليها مع كليف، وبتعرف إن في حد صورهم لما كانوا قدام المكتب، بس هي بتكون مش عارفة مين الشخص ده. بس الموضوع بيكون مسبب لها توتر ومخليها مش مركزة في تمرين الملاكمة ولا في أي حاجة تاني، فبتقرر إنها تسيب التمرين وتمشي. ولما بتخرج بره بتتفاجئ إنها بتقابل تشارلز وبتسأله إيه اللي جابك هنا، فبيقول لها إنه جاي يقابل عميل جديد، وبيطلب منها إنها ما تعرفش كامي بإنها شافته هنا، لأنها عارفة إن كامي بتقلق وممكن تخاف عليه وهو مش عايز يتعبها. ولوسي بتوعده إنها مش هتقول لها خالص. وبعد شوية بتخلص وبترجع على البيت بتاعها، وبتتفاجئ لما بتلاقي إن البيت متبهدل والحاجة مش في مكانها، فبتعرف إن في حد موجود هنا، وبتمسك عصاية البيسبول وبتدخل تشوف مين اللي جوه. لكن الشخص اللي جوه أول ما بيشوف إنها جاية بيطلع يجري، ولوسي بتجري وراه، بس للأسف مش بتعرف تحدد ملامحه. وتاني يوم بتقعد مع أوجست في المكتب وبيفكروا مين اللي ممكن يقتحم البيت بتاعها ويعمل فيها كده، وبيقول لها إن أكيد اللي عمل كده شخص عنده طار قديم معاكي. ولوسي بتقوله إنها كانت السبب في حبس أكتر من راجل قبل كده بسبب إنها كانت بتكشف خيانتهم، وهم كانوا بيتضايقوا لما زوجاتهم بتواجههم وبيضربوهم، علشان كده رفعت عليهم قضايا عنف منزلي، ومن ضمن الناس دي واحد اسمه جون كاتلر. لكن أوجست بيقول لها إنه لسه مسجون، وأكيد يعني مش هو اللي هيعمل كده، خصوصا إنه مسجون بقاله كتير. فبتقوله طب ممكن يكون اللي عمل كده ديمتري ألكسندر، فبيقول لها إنه واخد إخلاء سبيل بقاله أسبوع. وساعتها بتتأكد لوسي إنه أكيد ديمتري اللي عمل فيها كده، وبتقول لأوجست إنها لازم تشوف هو عمل كده ليه. لكن أوجست بينصحها إنها تفضي دماغها خالص وتسافر لأي مكان لمدة كام يوم علشان تريح أعصابها وتسيب الموضوع ده عليه. وفعلا بتقرر تعمل كده، وبترجع البيت علشان ترتاح شوية، لكنها كل شوية بتصحى على كوابيس إن ديمتري بيهاجمها وبيخنقها، وبتصحى من النوم وهي مفزوعة. وبعد شوية بيجيلها كليف عند البيت وبتقوله على اللي حصل، وإنها خايفة تقعد لوحدها وخايفة من الكوابيس اللي بتجيلها عند ديمتري. فبيقول لها إنها لازم تفك شوية وتغير جو، وبيعرض عليها إنها تروح معاه لمكان ريفي بتاعه متعود يروح فيه علشان يغير جو ويبعد عن ضغط الشغل. وفعلا بتوافق، وتاني يوم بيروحوا هما الاتنين على هناك. وفي الطريق بيتصل بيها أوجست وبيعرفها إنه قدر يعرف المكان اللي ديمتري متعود يسهر فيه، علشان كده هيروح له النهارده بالليل يشوفه ويحاول يعرف منه أي معلومات. وهي بتشكره وبتقوله إنها رايحة رحلة كام يوم كده مع كليف علشان تغير جو. وبالليل بنشوف إن أوجست بيروح على الملهى اللي ديمتري متعود يسهر فيه، لكنهم بيرفضوا يدخلوه لأنه مش معاه دعوة. فبيمشي أوجست وهو متضايق، وبيشوف بالصدفة ديمتري ماشي في الشارع فبينادي عليه، لكن ديمتري بيجري أول ما بيلاقيه بينادي عليه، وأوجست بيفضل يجري وراه لحد ما بيوصل لمكان مسدود مش هيعرف يهرب منه. وأوجست بيقوله أنا مش عايز منك حاجة، أنا بس عايز أتكلم معاك شوية. فبيخرج ديمتري وبيكون معاه سكينة وبيهدد بيها أوجست، لكن أوجست بيقدر يحطها على رقبته وبيسأله أنت ليه اقتحمت بيت لوسي تومسون؟ فبيقوله إن في واحد اسمه كليف دفع عليه $10,000 علشان يقتحم بيتها. وأوجست لما بيسمع اسم كليف بيتصدم وبيكون مش عارف يعمل إيه، لكنه بيفكر يبعت فويس ميل للوسي علشان يحذرها من كليف ويقول لها إن هو اللي بعت ديمتري عندها البيت. وفي الوقت ده بتشوف لوسي فويس ميل جالها، لكنها مش عارفة تسمعه بسبب الشبكة. فبيقول لها كليف إن في مكان قريب هنا ممكن يلاقوا فيه شبكة كويسة، وبيروحوا هما الاتنين على مكان فاضي. ولوسي بتسمع الفويس وبتعرف إن كليف هو اللي بعت ديمتري، وعلى طول بتطلع تجري، وكليف بيجري وراها وبيقول لها مالك في إيه؟ وهي بتكون منهارة وبتقوله إنها وثقت فيه وفي الآخر هو اللي عمل فيها كده. ولما بتواجهه بيقول لها إنه ما يعرفش ديمتري ده ولا شافه أصلا قبل كده، لكن لوسي بتكون منهارة وعايزة تمشي. ولما بيجي كليف يمسكها بتضربه فبيتخبط في دماغه وبيقع على الأرض وبيموت. وبعد شوية بيوصل أوجست ولوسي بتكون منهارة إنها موتته، لكنها بتطمن أوجست إن الموضوع كان دفاع عن النفس ومفيش أي مشكلة هتحصل لها. وبتفضل تشكر أوجست على اللي عمله معاها وإن هو اللي أنقذها، ولولا كان ممكن كليف يعمل فيها حاجة. وفي الوقت ده تليفونها بيرن وبتكون كامي، فبيروحوا هما الاتنين على بيت كامي، وبتدخل لوسي تقعد معاها وأوجست بيطمن عليها وبيقول لها لو في حاجة تكلمه.
بعدها بتقعد لوسي وكامي مع بعض، وكامي بتفضل تقول لها إنها شاكة في تشارلز وعايزاها تراقبه علشان بقى يرجع متأخر وتصرفاته بقت غريبة ومش مظبوطة. ولوسي بتفتكر اليوم اللي شافته فيه في وقت متأخر وقال لها إنه جاي يقابل عميل هنا وطلب منها ما تقولش لكامي، ولما بتقول لها بتتضايق كامي وبتقول لها إزاي تخبي عليا حاجة زي كده والمفروض إن أنتي صديقتي المقربة، وبتزعل منها جدا. وتاني يوم بنشوف لوسي وأوجست وهم قاعدين بيحللوا هو ليه كليف عمل فيها كده، وبيوصلوا إنه كان مريض نفسي وإنه شخص مختل علشان يعمل حاجة زي كده. لكن لوسي بتقوله إن أكيد ديمتري هيعرفنا إيه الدوافع اللي كانت عند كليف لما بلغوا، فبيقرروا إنهم يروحوا يقابلوا ديمتري. ولما بيشوفهم بيقول لهم إنه مش عايز يتعامل معاهم، هو بيطلب من لوسي تطلع بره، فبتقوله إنها عايزة منه إجابة على سؤال واحد بس، وبتوريله صورة كليف وبتسأله هو ده الشخص اللي ادالك الفلوس، وبتهدده إنه لو ما اتكلمش وساعدهم فهي هتبلغ البوليس إنه اقتحم بيتها وحاول يعتدي عليها وسرق حاجات من عندها وهترجعه للسجن تاني. وديمتري بيبص لصورة كليف وبيقول لهم إنه عمره ما شاف الراجل ده في حياته، وإن كليف اللي اتفق معاه كان أقصر شوية وعنده دقن خفيفة. وساعتها بتنهار لوسي وبتقول إن الراجل الوحيد اللي حبها وحبته قتلته من غير ما تقصد، وإن الموضوع كله كان ظلم وكليف ما كانش يعرف أي حاجة، وفي حد تاني اتفق مع ديمتري باسم كليف علشان يعمل مشكلة بينهم هما الاتنين. وبتقرر لوسي إنها تنزل تراقب أدريانا وتحاول توصل لأي معلومات. ولما بتنزل بيكون أوجست لوحده وبيتفاجئ بحد مقنع بيضربه بحديد على دماغه وبياخد صور من المكتب وبيمشي. وفي الوقت ده بتكون لوسي بتراقب أدريانا وبتشوف نفس الشخص اللي كان معاها قبل كده وهو بيديها ظرف وهي بتاخده وبتمشي، وبتفضل لوسي ماشية وراها لحد ما بتلاقيها وصلت بيت، فبتقف تتفرج وتراقبها. وبتتفاجئ لما بتلاقي إن أدريانا معاها تشارلز جوه، وتشارلز بيقول لها إنه عمل ليها هوية مزيفة باسم فينيسيا علشان يعرفوا يهربوا مع بعض بعد ما خلاص كليف مات وهم هياخدوا كل الفلوس. وأدريانا بتكون فرحانة إنهم أخيرا هيبقوا مع بعض، وبتقوله إن الفلوس كلها في حسابها دلوقتي ويقدروا يعملوا بيها اللي هم عايزينه. لكن تشارلز بيقول لها إنه عايز الفلوس في حسابه هو علشان كده أضمن ومحدش هيعرف يراقبهم. وفعلا بتعمل له التحويل وهو بيقوم يعمل مشروب ليهم هما الاتنين وبيحط لها سم في المشروب بتاعها. ولوسي بتكون دخلت البيت وبتفضل تقرب منهم علشان تصورهم، وبتوصل في الوقت اللي بيبدأ فيه مفعول السم يشتغل، وأدريانا بتقع على الأرض وهي بتفضل تصور فيهم. وبتصور تشارلز وهو بيسحب الجثة وبيخبيها وبيفتح اللابتوب علشان يتأكد من التحويل. ومن الناحية التانية بتكون كامي عرفت إن الفلوس بتاعتهم كلها خلصت وإن تشارلز كان بيلعب قمار وبيدخل مراهنات بالفلوس دي وخسرها كلها، فبتقرر إنها تلم هدومها وتمشي وبتقول إنه أكيد خاين، وبتتصل على لوسي علشان تعرفها. لكن لوسي بتكون مستخبية من تشارلز، ولما تليفونها بيرن بيسمعوا تشارلز وبيجري وراها بسرعة وهي بتفضل تجري في الشارع لحد ما بتركب العربية وبتهرب منه، وهو بيفضل ماشي وراها لحد ما بتوصل لبيت كامي. وتشارلز بيجي وراها وبيقول لكامي إن لوسي عايزة توقع بينا وإنها مش بتحبنا، وبيفضل يخنق في لوسي وبيقول لها أنت السبب في كل ده. لكن كامي بتهديه وبتقول له يسيب لوسي وما يعمل لهاش حاجة. وساعتها بتقوم لوسي وبتتصل بالنجدة وبتفضل تتكلم مع تشارلز بهدوء عشان يطمن لها، لكنها بعد كده بتفضل تضرب فيه لحد ما بيغمى عليه وبتيجي الشرطة تمسكه. وبيعدي من وقتها 3 شهور وبنشوف إن لوسي رجعت شغلها تاني مع أوجست، وبتدخل كامي علشان تعرفهم إن في ناس عايزين يشتروا قصة حياتها والقصص والحكايات اللي عرفتها دي كلها ويعملوها كتاب. والاتنين بيباركوا لوسي إنها أفضل محققة في البلد كلها، وبيتوقعوا إن الكتاب بتاعها ده هيكسر الدنيا. وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة.